السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم الخواتاتي غادي نشارك معكم واحد العصير ريجيم. عصير تيتكون من جوج عناصر، يعني من المعدنوس ومن الكرافس. هنا تناخذ المعدنوس تاعي وتناخذ الكرافس تاعي، تنغسلهم مزيان مزيان مزيان، وتنعاود نرقدهم ونضيف لهم شويه الحامض وشويه الخل، وباش دوك البكتيريا اللي فيه وداك الاتربه حتى هي تزول وما تبقاش كاع علقه به. وتناخدو تنقطعو الى اطراف صغيره بزاف، وممكن تضيفوا ليه بعض المكونات من بينها التفاح الخضر او الحامض على حسب. اي حاجه بغيتو تعصروها مثلا مع المعدنوس او مع الكرافس، ممكن تضيفوا ليها شويه ديال، يعني تنسموه اما بالتفاح اما بالحامض اما بالقرفه، ولا غير بوحدو اللي قادر يشربوه هكا بوحدو. راه ما كاين ما احسن من انه يتشرب بوحدو. وصافي البنات، ممكن تعصروه في الماء كما درت له، ممكن تعصروا الليمون او البرتقال وتحاولوا تعصروه معاه. وهانتوما كي كتشوفوا تنقطع الكرفس نتاعي الى اطراف صغيره، بما فيها الورقيه وحتى الاخر، وسنعصروا على نفس الشيء اللي عصرت به المعدنوس. وصافي تنقدموا بهكا، وتنعصر الليمون على حده. بالنسبه للوليدات الا ما بغاوش يشربوا لكم هذا العصير، هذا هو صراحه صحي ولجميع الفئات العمريه، يعني ممكن دري صغير يشرب، ممكن تربيه، ممكن حتى الناس الكبار. هو صحي، تينقي الجهاز المناعي، تينقي الجهاز الهضمي، وزوين بزاف للصحه. وداك التخت البنات اللي تيبقى او البقايا ديالو ما غاديش تلوحوه بطبيعه الحال، لان يعني اي حاجه ما تتلحش. داك الشيء ممكن ديروه في الحريره، ديروه في يعني بحال الكرافس، تضيفوه الحريره بحال المعدنوس، ممكن تبقاو ديروا به طويجنات. وهانتوما كي كتشوفوا بالنسبه لليمون راني عصرت حتى البرتقال شويه. وبالنسبه اللي ما قادرش مثلا يشرب هذا المعدنوس هذا او هذا الكرافس، غير نص كاس من داك الكرافس، وتنضيف عليه نصف كاس ديال الليمون، وتيجي بحال عصرتي الليمون مع الكرافس. وممكن تعصريه هكاك نيشان، يعني تعصري الليمون وتضيفيه على الكرافس وطحنيه، راه تيجي زوين، يعني تيجي مذاقو زوين. انا شخصيا تنشربو بيور، تنشربو غير بالماء، تنشربوش كاع بالليمون. وراه ولفتو راه تيجي زوين. ونتمنى ليا الشفاء ليا وليكم، وبالتوفيق للجميع. المهم هاد الوصفة هادي راه صحية 100%، وكما قلت لكم الجميع ومختلف الأعمار، ممكن تا وليدات صغار يشربوها وبصحة وراحة. هنا البنات غنشارك معكم واحد شوية ديال النباتات ديالي، نشارك معكم مطيشة، حيت صراحة تمرات ليا. وهنا راه زرعت واحد شوية د الحلبة، صراحة راه طلع زوين. زرعت اللوايا، زرعت واحد شوية د الحبق، راه تيجي زوين، والمعدنوس كذلك. وهنا عندي الريحان وعندي الزعيطرة، راه تجي زوينه حتى هي، ممكن هكا تاخذوها غير نقيله صغيره. وهنا تشوفوا هاد الطويجين البنات، شوفوا تبارك الله، هاد العدس هذا تبارك الله ما شاء الله عطى المفعول ديالو، ممكن تقطعوه دابا. وانا حاليا غادي نشارك معكم هاد سميتو هاد العدس هذا او هاد النبته ديال العدس، راه تيعطي ما شاء الله الحلبه. ممكن اي حاجه تنبتوها، صراحه الميطيشات طلعوا زويونين وبيو، ما فيهم لا دواء لا حتى حاجه. المهم نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا تستافدوا منه. واي حاجه عندكم، اي بذور كيف ما بغات تكون نوعها نبتوها، والنبته اللي في داك البذور حاولوا يعني تقطعوها وتغسلوها بحال هنا كتشوفوا الحلبه يلا نبتات، ودابا ما شاء الله راه كبرات، يعني راه عاطيه سميتو ديالها. هنا مطيشات راه غادي نحيدهم، لانهم هاد المطيشه هادي مطيشه سوريز صغيره هكا، تطيب وهي صغيره، تجي زوينه في شلاضه. يعني غتغسلوها مزيان وتقسموها على جوج او على 4 د الاطراف، تكالب القشره ديالها تجي زوينه. وهي كما قلت لكم بيو، ما فيها لا دواء لا حتى حاجه. حاولوا غير المطيشه العاديه او هاد المطيشه تشريوهم وتقطعوها الى جوج اطراف، وتوجدوا التربه وتغرسوها. هنا البنات راني غرست العدس، فزقتو بعدا واحد جوج ليلات، لا هو لا الحلبه لا السانوج، يعني تنفزقهم جوج ليلات، تنخليهم اما في الكاغط، اما تقدروا تخليهم في شي جبيبينات هكا، وتضيفوا لهم الماء وتخليوهم هكا يفزقوا مزيان، يعني باش تطلع ديك النبته. اون فوا تطلع ديك النبته تزرعوهم في اي محبق، ولا في الطويجين كما درت لهم. ان المحابق انا عندي كلهم صراحه استعملتهم.
وهانتوما كي كتشوفوا النتيجه راه تجي زوين. هاد النبته ديال العدس يعني بالنسبه للناس اللي ما تيقدروش على العدس، او بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال الجهاز الهضمي ما تيقدروش على القطاني وبغاو يستافدوا من الحديد مثلا، غير بحال هكا هاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف. تقطعوا داك العديس، غسلوه مزيان بالحامض والماء، وتحاولوا تقطعوه مع مطيشه وشلاضه، يعني يجي شلاضه. كذا هو مثال الحلبه فاش تنبت مزيان حتى هي تستافدوا منها. وهذا ما كان البنات، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويرقكم. انا صراحه تنقدم لكم اطباق وفي نفس الوقت وصفات وفي نفس الوقت غرس. هنا البنات انتم كي كتشوفوا ديك العظم ديال لافوكا راه طلعت منها ديك الشجيره، راه طلع زوين تبارك الله. ومازال ما غرستهاش، يعني مازال ما وجدتش التربه ديال لافوكا لحد الان. عندي غير التربه ديال الورد وديال المطيشه اللي موجوده عندي في الدار. وهذا ما كان البنات. انتم الحبقت ما شاء الله راه كانت غير نقله صغيره، حاولت نحولها لهذوك المحابق وراه جات زوينه تبارك الله. الزعتر هنا زعيط راه جات زوينه. وهذا ما كان هادشي اللي عطا الله في هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يكون يرقكم ويعجبكم، ونتمنى الشفاء لجميع المرضى ان شاء الله، وتستافدوا من هاد الفيديوهات اللي تنعمل او من هاد النصائح اللي تنقول. يعني صراحه ما نبغيش هادشي اللي تنقول هكا غير هباء منثورا تسمعوه وصافي ما ديروش به. نتمنى ان شاء الله ديروا به. وهذا ما كان، وبالتوفيق للجميع. مع السلامه حبيباتي.